قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة مساء اليوم الثلاثاء ب4 أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم في حق اليوتيوبر الشهير إلياس المالكي. وتوبع المحكوم عليه بالحبس من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بالتحريض على الكراهية والتمييز والإخلال العلني بالحياء والسب والقذف العلنيين واستهلاك المخدرات، بناء على شكايات تقدمت بها هيئات حقوقية ومدنية أمازيغية. وبرأت هيئة الحكم المدان في القضية من تهمتي التحريض على الكراهية والتمييز عقب تنازل الجمعيات الأمازيغية المتقدمة بالشكاوى ضده عن الدعوة. وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة قرر في وقت سابق إيداع اليوتيوبر الشهير إلياس المالكي السجن المحلي سيدي موسى عقب اعتقاله ومثوله أمام النيابة العامة فور انتهاء مدة الحراسة النظرية، على خلفية شكايات مرفوعة ضده من لدن فعاليات حقوقية ومدنية أمازيغية. حري بالبيان أن السلطات الأمنية بمدينة الجديدة كانت قد أوقفت قبل أسابيع اليوتيوبر والستريمر المغربي إلياس المالكي بتهم السب والقذف.